بدل ما تضيع شهور في التمرين يا كابتني وتضيع وقت ومجهود وتقعد تعتل في الاوزان، تعالى انا وانت النهارده ناخد تمرين الدفع من احسن الزوايا الفعاله، بس بشرط انزل دلوقتي اكتب لي في الكومنتات كلمه السر يا متين يا رب، تتاكد انك تكون عامل اشتراك للقناه وشير لصاحبك وتجهز معايا. يلا بينا. هنبتدي يا كابتني بالصدر العالي بالبار الحر علشان هو بيكون اضعف عندي وعند معظم الناس. ولو انت اخدت بالك من التمارين اللي فاتت بتاعت التمارين الصدر كنت دايما بشتغل على السميث عشان اقدر اتحكم اكتر، لكن النهارده انا هشتغل حر عشان اشغل عضلات التوازن اكتر في الكتف وفي الظهر كمان. يلا بينا. يا متين يا رب. دول 100 كيلو يا كابتني، ودي اول مجموعه شغل. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. تحفة. أهم حاجة خليك دايما وأنت بتلعب حر تتمرن بنفس السرعة دي بالظبط عشان تستفيد من المقاومة بتاعة الوزن، وفي نفس الوقت تتعلم نفسك الحركة صح. مش معنى ان انت ماسك وزن تقيل اللي انت تزقه وخلاص، بل بالعكس انت المفروض تتحكم فيه اكتر من الوزن الخفيف كمان. هستريح 5 دقايق واخش الشكل اللي بعده. هدخل بعديها بما ان الكابلات فاضيه، الجيم زحمه بس الكابلات فاضيه ودي حاجه مش بتتكرر كتير يا كابتني، فهدخل بعديها تفتيح عالي بالكيبل ويا رب ما حدش يسرقه مني. تعال اوريك. هتخلي الكيبل في المستوى بتاع نص الكرسي بالظبط كده هنا، وتحط الوزن المناسب ليك 10 20 30 اللي انت عايزه، المهم ان الكيبل فاضي. ثبت ظهرك كله، اطلع ابدا الحركه من هنا، بعد كده اطلع لفوق، ما تنزلش لحد الاخر، انزل برضو لحد هنا. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يا رب لسه. ايه التمرين الحلوه دي؟ ندخل بعديها متوازي يا كابتني. بص يا سيدي، اول حاجه علشان تقدر تتمرنها صح ميل جسمك شويه لقدام، خلي ظهرك مستقيم، كوعك يكون مش لازق في جسمك، يكون بره شويه حاجه بسيطه، طبعا مش 90 يعني، حاجه كده هنا. اتني رجليك، ميل شويه واطلع. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 13 14 15 16. تعرف تعد لحد كام؟ 17 18 19 20 1 2 3 4 5. ده كارديو، ده مش تمرين. فيها يا كابتني على شولدر بريس بالماشين. الاسبوع اللي فات انا لعبت بالدمبل عشان اساعد جسمي اللي هو يتوازن اكتر ويزود العضلات او يتحكم اكتر في العضلات المثبته للوح الكتف والكتف نفسه. الاسبوع ده هدفي ان انا اقدر اشيل وزن تقيل وفي نفس الوقت اتمرن بالمقاومه العاليه بتاعه الماشين. وعلى فكره الماشين دي محترمه جدا ما شاء الله اللهم بارك يعني. فهخش دلوقتي اول مجموعه فعليه، وطبعا انا دلوقتي هخش باتقل وزن على طول لان خلاص انا كده جاهز ان انا العب باتقل وزن على طول، مش هرجع اسخن من الاول واضيع وقتي يعني. يلا بسم الله. دي حاجه مهمه، انا خدت بالي دلوقتي ان الكرسي فوق فبالتالي هطلع بكتفي في مسافه كبيره جدا عشان ابدا اتمرن، فدايما لازم تاخد بالك قبل ما تشتغل على اي ماشين تظبط الحجم بتاعها او شكلها على شكل جسمك. فانا لازم انزل الكرسي ده لتحت، فبالتالي كده ايدي في مستوى كتفي على طول، وده احسن حاجه تقدر تعملها عشان باذن الله تحمي نفسك من الاصابات. افرد نفسي كويس، اثبت ظهري كله في الكرسي، اخد نفس، اشد عضلات بطني وازق. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8. يا رب 9 10. لو تاخد بالك اخر عدتين عملت نص عده وده كويس جدا. لازم لما توصل لمرحله الاجهاد العضلي او الفشل العضلي حاول لو في عده او 2 حتى لو نص اعملهم عشان كده تبقى جبت اخرها.
هستريح 5 دقايق واخش على الشكل اللي بعده. وقبل ما اقفل المجموعه دي عايزك تقول لي رايك بالنسبه لك لما بنزل شكل واحد بس او مجموعه واحده بس للتمرين، ده شيء كويس ولا محتاج نصور لك اكتر من مجموعه واوريك كمان الزياده التدريجيه او حاجه زي كده؟ قول لي رايك في الكومنت دلوقتي. ادخل بعدها كابتني رفرفه جانبي بالدمبل، والنهارده انا هاخد سوبر سيت رفرفه جانبي، 2 شكلين مختلفين عن بعض. واحد فيهم بيركز على الكتف من الجنب بشكل صريح، والتاني بيركز على الكتف الجانبي الخلفي اللي هو الحته اللي هنا دي كده. لما تركز ان كتفك يكون عريض من جميع الاتجاهات بيكون بالشكل اللي هو ال 3 دي ده. ممكن اليمين شكله يبقى واضح اكتر. طبعا الشكل المكور، عشان انا اكتر من مره اقول الكتف الخلفي هو المسؤول عن التكويره، وناس تكتب لي في الكومنت مش هو المسؤول عن التكويره الكتف الجانبي، لا الكتف الخلفي هو اللي مسؤول بسبب حاجه واحده بس. انت عندك هنا القدام بيديك مساحه، الجنب بيديك عرض، اللي بيخلي بقى في شكل 3 دي بيكمل الجزء كله الخلفي، علشان هو اللي بيديك عمق خارجي لورا كده. تعالى تخيل كده ان انت شايف الجنب بس، الحته دي بس، هتشوف حاجه عريضه مش حاجه مكوره، انما التكويره نفسها بتيجي من الثلاث حواف. يلا بينا. الحمد لله. بص يا سيدي، هقف فرد نفسي واسحب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي كده اول شكل. تاني شكل همسك الدمبل اخف منه، اخلي ايدي كده واتني ظهري شويه لقدام وافرده واسحب لبره. 1 2 3 4 5 6 7. في حاجة مهمة جدا وانت بتتمرن اي حاجة فيها رفرفة، خلي قوة السحب نفسها من الكوع مش من القبضة بتاعت ايدك، كده الكتف الجانبي هو اللي هيشتغل 100%. هاخد 5 دقايق راحة واخش الشكل اللي بعده. هدخل بعدها كابتني تراي كيك باك بالدمبل، بما ان تعالى الكابلات كانت فاضية في الاول دلوقتي بقت مسحومة، فانا مضطر اكون عملي واتمرن على قد ما اقدر يعني. بص يا سيدي، اول حاجة الرجل او الدراع اللي انت هتتمرن بيه، الرجل دي اللي بتكون ساندة على الكرسي بتاعته. تعالى بس ننقل المايك الناحيه الثانيه عشان تقدر تسمعني كويس، عشان اهم حاجه تكون سامع يعني. ثبت نفسك كويس، ثبت ايدك دي كويس، افردها وخلي ظهرك مستقيم. خد ايدك الكوع لورا شويه، ثبته في الجذع وابتدي اسحب لبره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هي طبعا تمرينه كويسه جدا، بس طبعا على الكيبل المقاومه بتكون احسن، والمدى الحركي بتاع اتزان الوزن او قوه الوزن نفسه بيبقى اكبر كتير جدا. لكن خليك دايما اشتغل بالمستطاع اللي موجود في ايديك، اشتغل بيه. 5 دقايق راحه، خش اللي بعده. ندخل بعديها اوفر هيد على الكيبل بالماسكه اللي هي الحبل. يلا بينا. طبعا نحط الوزن الكامل بتاعنا بقى، عشان انا خلاص كده المفروض اللي انا بعد اللي انا عملته بالدمبل اكون جاهز يعني باذن الله. طبعا بطلع بوزن جسمي، بسحب لقدام، اثبت نفسي كويس، ابتدي اسحب بفوق. 1 الله اكبر الله اعظم. 2 3 4 هيب 5 هيب 6 هيب يا رب 7 لاست 1. ما انت تيجي نازل انزل بوزن جسمك برضو، لف وبكده تبقى خدت تمرين عظمه. كده يا كابتني خدنا تمرين الدفع النهارده من احسن الزوايا الفعاله. اتمنى منك لو استفدت تنزل تعمل اشتراك للقناه وتكتب لي السؤال بتاعك في اي حاجه، علشان انا دايما جنبك ومعاك. ولو محتاج اي حاجه في اي وقت ابعتها لي هنا، يا اما في الانستجرام يا اما في الكومنتات، هتلاقيني جنبك. انا كوتش احمد عجلان، بعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين. اتمنى منك تكون استفدت. سلام.